السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مصطفى لتوريد أرضيات مكتبة البلاطات. لازلنا بنتحسن وبنتطور عشان خاطر نوفر أحسن موديلات موجودة من مكتبة البلاطات المستورد، سواء الجديد أو المحل الصنع أو المستورد الجديد أو المستعمل المستورد. دي أحد البلاطات المستعملة عندنا. دي بحالة الجديد، يعتبر كسر زيرو، صناعة تايلاندي، ميد إن تايلاند. لو بصينا هنا كده ميد إن تايلاند. ودي بلاطة يعتبر مستعمل، تمام. ودي بلاطة أنا بطلعها جديد، تمام. يعني دي بلاطة أنا ببيعها جديد، ودي بلاطة مستعمل من اللي إحنا بنبيعه مستعمل بحالة الجديد. بصوا حضراتكم، أنا بس عايز أوريكم فرق إن مفيش نسيج، يعني النسيج بحالته زي ده، بحالته لسه جديد، ده بحالته برضه لسه جديد، تمام. مع حضراتكم مصطفى لتوريد أرضيات الموكيت البلاطات المستورد. رقم التليفون 011-275-00-275. طبعا كلنا عارفين ان الموكيت البلاطات بيشترط صفاته. من اقوى الصفات ان هو ضد البري والتآكل، يعني لا يتأثر بكراسي رجليها حديد ولا اي حاجة تضره، تمام. ضد الحريق، يعني لو اتلسع او اي حاجة جت عليه ما يساعدش على اتساع الحريق، تمام. وزن البلاطة الواحدة كيلو، يعني كل متر مربع 4 كيلو، حوالي 4 كيلو، لأن وزن البلاطة بعض البلاطات من 900 جرام لكيلو. ده بالنسبة للمستعمل المستورد، يعني اللي هو بحالة الجديد زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. طبعا من ضمن أهم صفات الموكيت البلاطات إن هو عازل الكهرباء، يعني فاهمني، ما يساعدش على إن لو حد مثلا لمس كهرباء أو حاجة، أو إن هو يكون واخد أرض، يعني عازل رطوبة، ما يساعدش إن يبقى في سقعة في الشتاء أو التكتكة اللي هي الكسل بتاع لا، ده عازل رطوبة من المكان. عازل حرارة بنفس الطريقة. مانع سوائل وأتربة، لا بينزل تحتيه سوائل ولا بينزل تحتيه أتربة، فاللي هو زي الموكيت الرول العادي تيجي تشيله بعد فترة تلاقي تحتيه كوم تراب، لا ده مفيش الكلام ده. غير بقى المنظر اللائق والشيك اللي هو بيديه للمكان، والانطباع القوي اللي هو بيديه للمكان. موكيت بلاطات مستورد، منه التايلاندي، الأمريكي، الفرنسي، الإماراتي، تمام. محل الصنع. شكرا.